مغلقه، وال30 متر اللي بيفصلهم خط نص الملعب هم مسرح الاحداث حتى الان. ادي عبد الله السعيد في مكان خطير بيخش الى داخل المنطقه وبيغير اتجاهات، وادي التسديده وجول جول جول جول. عملها عبد الله السعيد في اول لقطه بيتواجد فيها لاعبي النادي الاهلي داخل المنطقه، وبمجهود فردي عبد الله السعيد يسعد الجماهير وترتفع الاعلام والصيحات في المدرجات بتسديده عبد الله السعيد اللي بتغالط رمزي صالح، ويتقدم المارد الاحمر بهدف مقابل لا شيء. ادي عبد الله السعيد والكنترول والحل الفردي السحري اللي موجود في تشكيله النادي الاهلي. واحده والثانيه تسديده بالقدم اليسرى، القدم الذهبيه لعبد الله السعيد علشان يتقدم المارد الاحمر على سموحه بهدف دون رد. بمهاره فرديه كبيره عبد الله السعيد بيقفل المساحات. ادي محاوله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، جون حلو من اللاعب القادم من ساحل الذهب صامويل ايفو. لسه بقول لحضراتكم المباراه مخنوقه، ولكن صامويل ايفو يكرر اللقطه زي ما شفنا مهاره فرديه من عبد الله السعيد. صامويل ايفو بلقطه ذهبيه من ساحل الذهب يحط كره لا تصد ولا ترد. بص شوف صامويل ايفو بيلف يحط، تقدم وياخد حبوب الشجاعه. لازم الثلاثي في القلب حد يتقدم. عبد الله السعيد بفضل نفسه عايز يعمل هات وخد وعايز يتوقف في الزحمه، ولكن ركله الجزاء لمصلحه النادي الاهلي، وكارت لطارق حامد، وركله الجزاء في الدقيقه 71 عن طريق مين؟ عن طريق عبد الله السعيد. قلنا عبد الله السعيد المخالفه مش واضحه لينا، ولكن سقوط من عبد الله السعيد وخطا وركله جزاء لمصلحه النادي الاهلي، وكان قريب جدا. هنشوف حوار على بعد 11 متر، ابو تريكه ورمزي صالح، وابو تريكه بيحط الهدف الثاني. ابو تريكه بيضع الهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقه 73 من عمر وزمن اللقاء، ويصل باهدافه الشخصيه الى الهدف رقم 105، ويعلن التقدم للنادي الاهلي ويعلن السعاده والفرحه في مدرجات القاهره الدولي. وبص شوف ابو تريكه بيعمل ايه. رمزي صالح بيروح في اقصى الجبهه اليسرى المره دي مرتين. يمكن شفنا انتفاضه هجوميه من سموحه، ولكن بعد تاخرهم ادي كره عرضيه، وادي الهدف الثالث. محمد ناجي جدو بياخد عرضيه من شهاب، يقطع ويظهر في الكادر على القائم الاول بباطن القدم. محمد ناجي جدو بيضع الهدف الثالث للنادي الاهلي، هدف يؤكد الثلاث نقاط ويعلن الفرحه الاهلاويه في هذا اللقاء، لقاء الجوله 14. ادي الكوره وادي التقدم من شهاب الدين احمد اللي بيبحث عن فرصه وبيبحث عن تواجد ليه في تشكيله النادي الاهلي. خلصها حلو وعمل عرضيه يقطع عليها على طول جده بلمسه واحده مباشره علشان تهتز شباك رمزي صالح وسموحه لثالث مره، ويضمن النادي الاهلي تفوقه في هذا اللقاء ويتقدم على سموحه 3-1.